لما طلعنا قلنا من ماتش الذهاب ان الاهلي ما راحش تونس اصلا، الناس كانت فاكره ان احنا طالعين ناخد لقطه ونركب ترند. لما طلعنا قلنا ان الاهلي ما راحش تونس وما لعبش باداء يرضي اي حد، الناس كانت فاكره ان احنا طالعين ناخد لقطه. لما طلعنا قلنا ان الاهلي مش هيعرف يعوض في ماتش القاهره، الناس برضو كانت فاكره ان احنا بنقول اي كلام. لما طلعنا قلنا ان الاهلي بالاداء ده لا هيعرف يكسب ولا حتى يتعادل، وقلنا ان الاهلي هيتسجل فيه، الناس ما كانش عاجبها الكلام. لما قلنا ان الاهلي لازم يمشي المدرب ده من بدري بدري، الناس ما عجبهاش الكلام، كانت فاكره ان احنا طالعين ناخد لقطه ونركب ترند. احنا لا بتوع لقطه ولا بتوع ترند، احنا بنقول الواقع والحاصل والصالح للنادي الاهلي. قلنا المدرب ده هيطلع الاهلي الموسم ده 0 بطولات. الخطيب ما كانش عايز يمشيه، خايف على موضوع الشرط الجزائي. طب بمناسبه الشرط الجزائي، انت دلوقتي مستفاد ايه لما طلعك من بطوله افريقيا؟ مش كنت مشيته احسن وجبت مدرب من بدري مصري ولو حتى عماد النحاس؟ كان خليك على الاقل حافظت ان انت تقدر تاخد بطوله افريقيا، فبالتالي تقدر تعوض شرط الجزاء اللي انت دفعته له ده. ما هي من ناحيتين خساره، بس خساره قريبه ولا خساره بعيده؟ انت دلوقتي هتمشيه، هتدفع له الشرط الجزائي، خلاص خلصت منه، ولا انت تخليه ويفضل بقى يخسرك بطوله افريقيا عشان تحافظ على الشرط الجزائي، يخسرك دوري عشان تحافظ على الشرط الجزائي، ما تعرفش تدخل البطوله الجايه افريقيا بتلعب كونفدراليه، ويبقى جايب انت البطولات ولا صفقات الدنيا كلها، جايب لي زيزو وجايب لي بن شرقي وجايب لي امام وجايب لي تريزيجيه ورايح تلعب في الكونفدراليه. لان انت طبعا بالشكل ده طول ما انت مخليه، انت حتى الدوري طبعا في افريقيا خلاص خرجت منها، لا مطالب ان انت لازم تاخد الدوري او تطلع تاني، وانت بشكلك ده لا تعرف تاخد دوري ولا تعرف تاخد المركز التاني. المدرب ده كان لازم يمشي من بدري جدا، علشان تعرف تخلي عندك امال ان انت تاخد افريقيا، تعرف ان انت تاخد مركز تاني في الدوري. مش هقول لك انت تاخد دوري، انت طبعا مش هتعرف. الناس لما كانت فاكره ان احنا بنقول ان المدرب ده جاي ما عندوش فكره عن الكوره واللي جاو ده لازم يتحاسب، الناس برضه ما عجبهاش الكلام. نفس زي بالظبط المدرب اللي قبل منه الاسباني ريبيرو، اللي كان برضه جابوا الخطيب واصر عليه ودخل بيه بطوله يعتبر الاهم في بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بطوله كاس العالم للانديه اللي عمرها ما حصلت غير المره دي، ودي لسه كل 4 سنين داخل بمدرب الناس بيقولوا عليه بره سباك، والخطيب اصر عليه. برضه لما مشى وسام وما عرفش يجيب يعوضه بمهاجم عدل، راح جايب لي اوتاكا ملوش 3 لازمه، محمد شريف، كاموش برضه ما نعرفش اللي جابه كاموش ده جايبينه ازاي. الناس دي لازم تتحاسب، لازم تتحاسب. المفروض دلوقتي اهم قرار يطلع المدرب ده يمشي، ده رقم واحد. رقم اتنين الخطيب يطلع بقى، يعني ايه، لو هو عنده دم وبيحس على دمه يطلع يستقيل. لان انت دلوقتي خلاص خربت، انت دلوقتي ده موسم صفري بامتياز، موسم ما حصلش من ايام الثمانينات، من زمان قوي، يعتبر اسوأ موسم في اداء في تاريخ النادي الاهلي. انت جايب صفقات بملايين الملايين، وجايب لي زيزو وجايب لي بن شرقي وتريزيجيه، راح تجيب اسماء بس، اسماء